لو عندك كبد وقوانص حتى لو اقل من ربع كيلو، تعالى هنعمل مع بعض احلى اكله النهارده. اكله موفره جدا وكمان يعني مكفيه نفسها، مش محتاجه جنبها اي حاجه تاني. هقول لكم النهارده لو عندك كبد وقوانص او كبد بس اقل من ربع كيلو هنعمل احلى اكله النهارده. اكله اقتصاديه، اكله كامله متكامله، مش محتاجه جنبها اي اكل او اي حاجه نعملها تاني. يعني هي دي اكله يعني غنيه تكفي نفسها. طبعا النهارده هنعمل مع بعض طريقه الرز بالكبده بس بطريقه جديده على طريقتي انا دايما بعمله كده. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف صحه وبالف خير. هنعمل مع بعض النهارده فيديو جميل خالص وفيديو اقتصادي. باقل حاجه هنعمل احلى يعني اكله النهارده واحلى سفره. هقول لكم هنعمل ايه مع بعض. انا كان معايا عندي 3 كبدات بتاعه فراخ، و3 قنصات برضه. هقول لكم هنعملهم ازاي النهارده. انا غسلتهم وبعد كده قطعتهم وسبتهم على جنب زي ما احنا شايفين. اهم حاجه بس تكوني غسلاهم كويس ومصفياهم. طبعا الكبده بنحب المفروض يعني من المفضل ان هي ما تتغسلش بعد ما تتقطع علشان بس فوائدها ما تروحش منها. وهقول لكم هنعملها ازاي النهارده زي ما احنا شايفين يا حبايبي. انا حطيت حوالي معلقه كبيره من السمنه، وبعدين حطيت شويه زيت ونزلت بالقوانص الاول لان يعني القوانص بتاخد سوا شويه عن الكبده. الكبده ما بتتحملش سوا كتير، بتاخد يعني اقل سوا. ويعني كمان ان هي متقطعه اقل سوا بيكفيها، بس القوانص بتاخد سوا زياده شويه. طبعا زي ما احنا شايفين يا حبايبي انا بدات اشوح الكبده القوانص قصدي. يعني اشوح القوانص الاول يعني حوالي بس كده 10 دقايق. وبعد كده ببدا ان انا يعني انزل عليها بالكبده بعد كده، علشان برضو يعني الكبده ما تتهراش مننا وتفضل القطع برضو محافظه على نفسها وشكلها في الرز. طعمها جميل خالص الاكله بتاعتنا النهارده، انا عملتها قبل كده في القناه. هحط لكم برضو الطريقه اللي عملتها قبل كده، هحط لكم اللينك بتاعه تحت الفيديو ده. زي ما احنا شايفين يا حبايبي انا بدات شوحت القوانص زي ما قلت لكم حوالي 10 دقايق في السمنه والزيت اللي احنا حطيناه. وبعد كده ببدا ان انا انزل بالكبده بعد العشر دقايق. بديها برضو تشويح خفيفة كده. وبعد كده طبعا ببدأ انزل بالرز. الرز اللي عندي يعني هنزل بيه الرز المصري العادي يعني غسلاه ومصفياه برضو. بس بصراحة معرفش النهاردة انا كل حاجة عمالة اوقعها ليه، مش عارفة، معلش بقى انا بهدلت الدنيا يعني الرز وقع مني شوية كده على البوتاجاز. المنظر بصراحة مش لطيف خالص، بس غصب عني بصراحة انا النهاردة اصلا كنت مجهدة كده يعني، فالحمد لله على كل حال. فطبعا بدأت ان انا يعني ادي الرز برضو تشويحة كده في السمنة اللي انا حطيتها وشوحت بيها الكبد والقوانص. بنشوح الرز بس ان هو زي ما تقولي يتغلف بالسمنة. وبعدين يا حبايبي دي اهم خطوة بصراحة، بتبقى جميلة خالص بالنسبة للرز، بيبقى مفلفل معاكي كده وطعمه جميل خالص. وطبعا التوابل اللي عندي حبايبي هي طبعا فلفل اسود، يعني رئيس الاكله او ملك الاكله بتاعتنا النهارده الفلفل الاسود. حطيت معلقه صغيره كده من الفلفل الاسود بس معلقه مليانه، وبرده معلقه يعني مليانه برده من الكركم. وكمان معايا مكعب ماجي لان انا مش عندي شوربه النهارده، فقلت طبعا هنعمل الاكله بتاعتنا الجميله دي. طبعا اكله مش عاوزين جنبها اي حاجه خالص، مكفيه نفسها بجد والله يا حبايبي. شويه الرز دول طعمهم جميل خالص، ألذ شويه رز تاكليهم وتعمليهم فعلا بالطريقه دي حلوه قوي. لو جربتوه بجد هيعجبكم. وبعد كده نزلت كمان يعني بربع معلقه قرفه. القرفه بتدي طعم حلو خالص. والملح برضو بتاعه المظبوط، عاوزه تحطي برضو مكعب ماجي تاني او مش عايزه براحتك. بس التوابل بتاعتنا يعني فعلا هتخلي الرز بتاعنا جميل خالص. لو عندك شوربه برضو يعني زودي الرز بيه، بس ما كانش عندي شوربه النهارده فقلت خلاص. احنا طبعا بنحاول ان احنا يعني نعدي يوم كده وفي نفس الوقت ما حرمناش ولادنا. فعلا والله يا حبايبي لو شويه الرز دول هتعمليهم والله احلى اكله فعلا. عاوزه تعملي بقى جنبهم شويه سلطه، تعملي جنبهم تحمري بطاطس، تطلعي شويه مخللات كده عادي مفيش مشكله. بس والله هم مكفيين نفسهم فعلا، مش محتاجين حاجه غيرهم والله. يعني شويه رز فعلا كده يتاكلوا من غير اي حاجه جنبهم. وبعد كده طبعا بدات ان انا حطيت التوابل بتاعتي وشوحت الرز زي ما قلت لكم وزودته ميه. وبعد كده بدا ان هو يعني خلاص اتشرب. بعد كده بهديله خالص وبسيبه حوالي يعني من 10 دقايق لربع ساعه. بيكون الرز استوى معانا، بيبقى يعني فعلا مفلفل وجميل وطعمه والله حلو قوي.
هيعجبكم جدا. اكله اقتصاديه باقل حاجه، عملنا احلى اكله النهارده. يعني مثلا كان عندي 3 كبدات وقناصات، هما فعلا كفوا احلى اكله النهارده بالمنظر اللي احنا شايفينه والطعم اللذيذ فعلا. يعني والله شويه رز ألذ من كده فعلا مفيش. طبعا بعد كده خلاص هنبدأ ان احنا نقدم الرز بتاعنا. فعلا شوية رز يستاهلوا فعلا السلامة من جمالهم وطعمهم، يعني فعلا حاجة فعلا تفتح النفس. زي ما احنا شايفين يا حبايبي، يعني الأكلة بتاعتنا النهاردة غنية بأنها تكفي نفسها، مش محتاج جنبها أي حاجة زي ما قلت لكم. وعلى فكرة برضو لو عندك عزومة ممكن تعمليها بالطريقة دي، والله يعني ممكن تبقى حاجة جميلة خالص. برضو هتعمليه جنب، عاوزة تعملي فراخ تعملي لحمة، برضو هي الأكلة دي شوية رز كده فعلا طعمهم يعني ألذ من كده مفيش. اعمليه بنفس الطريقة واكتبي لي رأيك في الكومنتات. خلاص كده يا حبايب قلب، الفيديو بتاعنا خلاص النهارده كده خلص. احب بقى كده في نهايه الفيديو بتاعنا اشكر اخواتي وحبايبي اللي بيشتركوا في قناتنا. بجد ربنا يجزيكم كل خير. خلاص كده يا حبايبي ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه. اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.